يلا بينا نعمل مع بعض طريقة البريوش البورسعيدي او المنجقونة البورسعيدي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنحضر مع بعض كل الخطوات خطوة بخطوة، وهعرفكم ازاي تطلع معاكم العجينة بالطراوة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنعمل مع بعض اشكال للمنجقونه او البريوش البورسعيدي بطريقه سهله وبسيطه جدا، وازاي تخلوا العجينه معاكم طريه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. حاجه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه هنحضر مع بعض المحسن الخبز بتاعنا بطريقه سهله وبسيطه جدا. محسن الخبز بتاعنا ده عباره عن معلقه ونص خميره، يا اما خميره فوريه يا اما خميره بيره، مع معلقتين سكر، مع نص كوب دقيق، مع نص كوبايه ميه دافيه. نبدأ فيهم بالتقليب كده، وهنسيبهم على جنب لحد ما يخمروا معانا او نلاقي فيهم فقاقيع كده. وهو ده محسن الخبز اللي احنا هنستخدمه، ومش هنستخدمه الا اما يخمر معانا ويوصل للفقاقيع اللي احنا قلنا عليها. هنركن بقى محسن الخبز ده على جنب لحد ما يخمر، ونبدأ نجيب بولة تانية ونحط فيها كيلو دقيق. اهم حاجة كيلو الدقيق ده لازم يكون في عرق، ما يكونش كيلو دقيق يكون دقيق متعدد الاستخدامات. هنحط كيلو الدقيق بس بعد ما ندخله، وهنحط عليه كوباية سكر بودر. مع كوباية السكر بودر ده هنحط 3 معالق كريم شانتيه، مع ربع معلقة ملح، مع معلقة صغيرة بيكنج باودر، مع اتنين بيضة. وهنا في اضافة تانية لو حابين تضيفوها مفيش مشكلة خالص، اللي هو اللبن البودرة. بس احنا شلنا اللبن البودرة هنا عشان هنستخدم لبن بلدي. واللبن هنا بيكون مدفيينه، وبنحط كوباية ونص لبن على العجينة بتاعتنا. كده احنا كسرنا، حطينا المكونات بتاعتنا كلها. بس قبل ما بنحط الخليط بتاعنا او محسن الخبز ده، بنكون قلبنا كل المكونات مع بعض. وكده بنبدأ نضرب، حطينا كوباية لبن وبنبدأ نعجن. لو في عجان يبقى مفيش مشكلة، هنبدأ نعجن الخطوة الأولانية دي في العجان. مش هنضيف نص كوباية اللبن، أما نقلب كل المكونات كلها مع بعضيها. كده احنا بدنا عجلنا بايدينا. كده احنا عجلنا اهوت. كده هنضيف نص كوباية اللبن التانية، ونبدأ نعجن برضو لحد العجينة ما تلم معانا كلها. زي ما انتم شايفين انا بعجن بايدي، مفيش عجان. يعني انا زي ما قلت لحضرتك، لو في عجان هتحط كل المكونات مع كوبايه اللبن وتضربيهم في العجان ضربتين ثلاثه كده، وبعد كده تبداي تحط نص كوبايه اللبن. زي ما انتم شايفين العجينه حاجه بسم الله ما شاء الله اهيت. هنا بنبدا نضيف كوبايه الزبده. يبقى زي ما قلت لحضرتك كيلو الدقيق، عليه 3 معالق كريم شانتيه، عليه ربع معلقه ملح، عليه بيضتين، عليه كوبايه زبده، عليه شويه خل، وربع معلقه ملح. زي ما انتم شايفين العجينه حبوب مطاطيه زي ما انتم شايفين معانا اهيت، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا في الشتاء هنسيبها تخمر لمده ربع ساعه، في الشتاء لمده نص ساعه. انما في الصيف هنسيبها تخمر لمده نص ربع ساعه بالظبط. وكده العجينه بتاعتنا خمرت معانا اهيت. هنبدا نطلعها من البوله بتاعتنا، ويا ريت ما نلعبش فيها كتير عشان ما نكسرش الخمر بتاعها. هنبدأ كده ننزل بقى على الرخامة، ونبدأ نقطعها 4 قطع زي ما انتم شايفين مع بعض كده بالظبط، قطع متساوية. قطعنا قطعتين، وادي القطعتين التانيين. وهنبدأ نعملهم كار ونركنهم على جنب، ونغطيهم برضو عشان وشهم ما ينشفش معانا. نبدأ نلفهم كده لتحت ونركنهم على جنب بالراحة عشان ما نكسرش الخمر بتاعها اهو. ونجيب واحدة واحدة ونبدأ نبرم مع بعض. في الخطوة دي احنا بنقطع على حسب ما حضرتك عايزة، او الحجم اللي حضرتك عايزاه. انت بتقطعي بمزاجك، يعني ممكن نقطعها 6، ممكن نقطعها 7، حسب حضرتك ما عايزة. ده 1 2 3 4. كده احنا قطعناها 6 قطع متساوية. وهنبدأ نركنهم على جنب كده، ونبدأ نبرم عشان نعمل احلى بريوش بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتم شايفين كده بنبرم كل واحدة على حدة اهو.
ونبدأ نلف من الجنب اللي هو في الشمال ده، وناخدها واحدة جنب واحدة زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو. في صاج بقى مدهون عندنا زبدة، نبدأ نرصهم واحدة جنب واحدة زي ما انتم شايفين اهو. في الوقت ده لو حابة حضرتك لو في شوكولاتة ممكن نغرس فيه شوكولاتة ونحشيه برضو شوكولاتة، لو حابة حضرتك تحشيه شوكولاتة برضو ممكن يتحشي. ممكن نعمل شكل تاني مع بعض برضو، والاشكال العجينة عند حضرتك والاشكال اللي حضرتك حابة تعمليها ممكن تعمليها مع بعض كده. هنقطع 1 2 3 ونعمل ضفيرة مع بعض برضو، ونوريكم ازاي تعملوا الضفيرة. نحط واحدة كده وواحدة في النص، ونبدأ نشكلها واحدة جوه واحدة. حاجة سهلة وبسيطة جدا. كده عملنا شكلين، ممكن نعمل مع بعض شكل كمان تالت. نطولها مع بعض ونبدأ نلفها وناخدها واحدة فوق واحدة كده اهو. ونبرمها كمان برمة كبيرة عشان نلفها زي البريوش اللي احنا لفيناه مع بعض من شوية اهو. شكلها هيبقى خطير ان شاء الله. نعمل كمان واحدة مع بعض. نلف الاشكال دي احنا ما بنقيدش بها حد، كل واحد حسب ذوقه، بس احنا بنعمل اللي هو اللي المفروض بيتعمل، اللي هو الاساس بتاعه الاول، وبعد كده بنشكل زي ما احنا عايزين. وده الشكل التالت بتاعنا، وبعد كده هنسيبهم يخمروا في الصاج لمدة نص ساعة بالظبط. طبعا في الاثناء اللي بعد ما بيخمر دي بنجهز اللي هو الوش اللي احنا بنحطه على الوش، بيكون صفار بيض مع فانيليا مع معلقتين لبن. ونبدأ بفرشة كده بعد ما بيخمر، نبدأ نمسح بالفرشة كده الوش بتاعه، ونحط سكر سنترفيش اللي هو السكر الخشن، وندخل على الفرن على درجة حرارة 160. هيستوي معاكي لمدة ربع ساعة في الفرن زي ما انتم شايفين بالفرشة اهوت. ونبدأ ندهن الوش بتاعه بالراحة، ونبدأ نرش سكر زي ما انتم شايفين قدامكم. وادي الخليط بتاعنا اهوت زي ما انتم شايفين، صفار بيض مع لبن مع فانيليا، وندهن وندخل الفرن بتاعنا. طبعا دي اشكال تانية احنا عملناها اللي حضراتكم لو حابين تعملوها برضو مفيش اي مشكلة خالص. اشكال كلها عجل، عملنا عجل وعملنا ضفاير تاني. وهنا وهو في الفرن اهوت زي ما انتم شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا بعد ما بيخرج من الفرن بنكون مجهزين زبدة وبالفرشة ونعمله بالزبدة من على الوش، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا في نهاية الفيديو يا جماعة بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك.